بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، إن شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم بهذه الوصفة الرائعة اللي كنتمنى أنكم تجربوها وتتبعوا جميع الخطوات، وإن شاء الله راه غتصدق معكم. كنحتاجوا لها الثوم، الخرقوم، الثوم، السكنجبير، البزار، والقوام ديال البرياني، والكمون حبوب. هنا الروز راني غسلته واحد 3 زليف، هنايا راني غسلتها. روز برياني، اللحم على حسب كل واحد. وعندي الزعفران راني دايراه يترطب في ما ورد. كيف ما عندي زيت الزيتون، هذه هي زلافه باش عبرت 3 زلايف ديال الروز. عندي هنا البزار، عندي سكينجبير، وعندي معلقه كبيره ديال القوام ديال البرياني، وعندي الكمون حب، وعندي الخرقوم، وعندي سكنجبير والثوم، كيف ما كتشوف واحد 7 الفصوص، وعندي القرفة عواد، وعندي ورقة موسى، وعندي الهيل، وعندي القرنفل. كيف ما عندي زيت الزيتون، وعندي الزعفران كيف ما وريتكم، راني مرقداه في ما ورد. وعندي 2 مطيشات متوسطين، وعندي واحد 3 البصلات متوسطين. وعلى بركة الله نبداو في تحضير الوصفة إن شاء الله. واللحم راه كل واحد وجهده. كناخدو هاد المقادير هادي، كناخدو السكينجبير كنحكوه هو والثوم هما الاولين، وكنديروهم في الزيت تقريبا واحد نص كاس ديال الزيت، ديال زيت الزيتون. كنحكو فيها سكينجبير نيت واحد الكميه هو وديك الثوم. كنضيفو عليها وراق موسى، كيف ما كنضيفو عليها عواد ديال القرفه اللي كلشي مغسول. وكنخليهم كنبقى كنشحر فيهم بس في زيت الزيتون حتى كيطلقوا ديك البنه ديالها. ملي كتاخد الزيت ديك البنه ديال هذاك القوام بهذا الشكل هذا نتوما كتشوفوا على نار مهيله. ما كنغفلش عليه باش ما يتحرقش ليا. سكينجبير راه جهد 2 معالق كبار ديال السكينجبير محكوك. كنعطيكم الوصفات اصليه كيف ما كتشوفوا. كنبقى كنحرك فيه حتى كنحس بيه بانه تنكات ديك الزيت اللي كنضيف للحم، ديك الكميه اللي عندي. من بعد كنبدا كنضيف في القوام، ونبدا نشحر في هذاك اللحم. غادي نضيف دابا القوام اللي عندي. هذيك الزيت راني ضفت عليها حتى الحبوب ديال الكمون، حتى هو خليته حتى لاخر شيء، عاد واحد التحميره اللي هي خفيفه باش ما يتحرق لياش. كيعطي واحد المذاق جد رائع. تبعوا الوصفه، راه ديال الوصفه الهنديه الاصليه ديال البرياني. كنضيف هنايا، كنبدا كنحط القوام الاخر. وضفت هنا البصله، هانتوما شفتوا درتها رقيقه. وغادي نبدا نقلب في القوام مع بعضياته. وغادي نبدا نضيف في القوام الاخر الباودر. دابا خدمنا هي بالقوام الصحيح. هنا ضفت الخرقوم، فريش. في بلاصتو ديروا الخرقوم الاخر باودر عادي، راه نفس المذاق اللي متوفر حطوه. غادي نبدا نضيف دابا القوام الاخر اللي هو يعني مطحون. غادي نضيف البزار، ونضيف السكينجبير الاخر، وغادي نضيف قوام البرياني
راه كيتباع. غادي نحط كل شيء، ودابا غادي نزيد جوج مطيشات اللي قطعتهم رقاق. كنضيف الماء الكافي اللي يطيب لي اللحم مره واحده، وكنضيف الحرور ضروري. هنا راه قرب يطيب لي اللحم، كندير قلت لكم الماء الكافي مره واحده، وكنخليه حتى كيتشرب مزيان. هنا كنضيف شويه الخرقوم اخر مرحله. اخر مرحله كنضيف شويه الخرقوم، وكنحتفظ بالنص الاخر لانني غادي نحتاج ليه مع الرز. صافي هنايا بدات كتشرب معايا ديك لاصوص، صافي كنخليها يعني مشربه مزيان. هنا كناخذ داك الرز كنحطو في الماء غليان، وكيكون مرتفع عليه الماء بمقدار سنتيم ونص، سنتيم حتى سنتيم ونص فقط لا غير. هكا باش كتنجح معكم الطريقه الوصفه. هانتوما هذاك الماء بس هو اللي درت كيف ما كتشوفوا. في الاول كنجهد عليه حتى كتطلع فيه الغليه، ومن بعد كنقص عليه تنخليه مهيل. اللي كنشد هذاك الخرقوم وكنبقى بحال هكا كنكب شويه شويه باش يعطيني واحد اللون وواحد المذاق يا سلام. هنا كنعاود نشد شويه ماء ورد، ماء الورد، وكنضيف شويه كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. انا راني كنكب بيد وكنصور بيد. كنتمنى ان الفكره تكون وصلتكم، وكنخليه. هانتوما شوفوا كيفاش يعني الحبه على اختها. من بعد كنشد هذاك الروز وكنحطو فوق ديك لاصوص. هانتوما شوفوا كي وقفات هذيك لاصوص. صافي دابا راه قلبته كامل، زيت هذاك الرز وحطيته على لاصوص. شوفوا كيفاش كتجي حبه صفراء حبه بيضاء، حتى العين راه كتاكل. صافي هذه هي اخر مرحله، وان شاء الله غادي نحطو. كنتمنىكم انكم تجربوها، لانه هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كتجي شي حاجه اللي رائعه. وحتى لا بغيتو يعني ديروها للضياف عندكم، راه شي حاجه اللي كتحمر الوجه. هانتوما كيف ما كتشوفوا. وبامكانكم انكم تزينوها باكاجو باللوز محمر. ما تنسونيش من الاشتراك، وما تنسونيش من خالص دعائكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشجعوني.